أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مشاهد صادمة وفوضى عارمة، هكذا استيقظ مدخل مدينة آسف وتحديدا قرب مدار الاستئناف على وقع تصرفات غير مسؤولة قام بها بعض المحسوبين على جماهير نادي الوداد. صور ومقاطع فيديو توثق لحظات من الرعب عاشها المارة وأصحاب المركبات بعدما تحولت شوارع المدينة الهادئة إلى ساحة للمطاردات وأعمال التخريب. الواقعة بدأت مع وصول طلائع الجماهير البيضاوية للمدينة تأهبا لمباراة الفريقين، لكن الأمور سرعان ما خرجت عن السيطرة كما تشاهدون في هذه اللقطات. دخل عشرات الشبان في مناوشات واشتباكات بالأيدي واستعمال الحجارة، مما أدى إلى عرقلة حركة السير وإثارة الهلع. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدت أعمال الشغب لتطال ممتلكات المواطنين، حيث تم توثيق إحراق دراجة نارية بشكل كامل وسط الطريق في مشهد يضرب قيم الروح الرياضية في مقتل. أمام هذا الوضع المتأزم استنفرت المصالح الأمنية بمدينة آسف كافة أجهزتها، وكما يظهر في الفيديو جابت العشرات من سيارات الأمن الوطني والقوات المساعدة مختلف المحاور الطرقية المؤدية للملعب والمدار السياحي في محاولة لمحاصرة مثيري الشغب وإعادة الهدوء للشارع العام. وحسب شهود عيان فقد تم تطويق المنطقة بشكل كامل وتكثيف الدوريات لمنع أي احتكاك جديد بين الجماهير، خاصة في ظل الحساسية التي تسبق مباريات الوداد وأولمبيك آسفي. وتأتي هذه الأحداث في وقت تحاول فيه العصبة الاحترافية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحد من ظواهر الشغب التي باتت تؤرق الأندية والمواطنين على حد سواء. يذكر أن المباراتين الفريقين دائما ما تشاهد ندية كبيرة. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.